تفضل علي الدقباسي. سيد العضو عبد الدقباسي. شكرا الاخ الرئيس. الحديث عن قانون بهذا المستوى نريد ان يصدر هذا القانون دون مثالب او عيوب تعيد مرة اخرى الى المجلس والى اللجان، ولا نحقق الغرض من ايجاد تشريعات لتحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود اللي طال الحديث عنه، وخاصة نحن نتحدث باستمرار عن اصلاحات اقتصادية، وبالتالي لابد هذه الاصلاحات ان تكون بقوانين، والقوانين لابد ان تكون محكمة استكمالا لما تفضل به زميلي احمد السعدون قبل قليل. نريد ان يصدر هذا القانون وان لا يكون معيب، وان يحافظ على كثير من الجوانب في مقدمتها العمالة الوطنية، وما يترتب على وجود احتكار في بعض الأنشطة التجارية، وما يترتب على العمالة الوطنية من هذا الاحتكار. نريد ان لا يكون هذا القانون مكرسا للاحتكار اللي يعاني منه السوق الكويتي. روح ببساطة شديدة واتجه الى سوق العقار، تجد بان العقارات بالكويت اغلى من ماي فير في لندن او اغلى من منهاتن في نيويورك، ولا تجد اسباب حقيقية او منطقية لهذا الارتفاع، لكنه بدون اي تحفظ هو الاحتكار. حتى بعض المصارف في البلد احتكرت كثير من الاراضي، وبالتالي اليوم الناس تعاني من ارتفاع اسعار العقار. قيس على هذا الامر من احتكار في كثير من الانشطه التجاريه. ما اريد ان اقول الاخ الرئيس انه العالم اليوم يتجه نحو العولمه ونحو المصالح الاقتصاديه المنفتحه. راح يجي يوما ما تكون البضائع تدخل وتطلع دون حتى وجود رسوم جمركيه، واليوم الناس تشتري وتبيع بالانترنت وبسهوله مطلقه. لا نريد ان يصدر قانون عباره عن عبارات انشائيه ولا يحقق الغرض. نحن نريد ان نجري اصلاحات اقتصاديه حقيقيه، والاخوان مقدمين الاقتراح والاخوان في اللجنه الماليه انا على ثقه تامه بان اغراضهم نبيله وان يريدون ان يقدموا شيء، ولكن انا اعتقد ان وجود تريث واصدار قانون محكم. انا اعرف ان الاخوان باللجنه قالوا ان استضافوا اخواننا في غرفه التجاره والصناعه او في الحكومه او الى اخره، لكن خل يصدر القانون ويراعي كل الجوانب اللي تحدثنا عنها. نحن نخشى يا اخي الرئيس، نحن نخشى من ان يتكرس الاحتكار نتيجه لوجود مثل هذا القانون. نحن نخشى من وجود مثالب تعيق عمليه الاصلاح الاقتصادي المنشود. انا حقيقه استغرب من الحكومه ان لا يكون لديها رؤيه واضحه او حزمه اقتصاديه واضحه وتشريعات محكمه تغطي بعضها البعض في سلسله حلقات تحقق الاصلاح الاقتصادي المنشود، بما في ذلك الاحتكار اللي يؤن منا المواطن وتؤن البلد ايضا منا نتيجه لارتفاع غير مسبوق في اسعار كثير من السلع، وايضا حتى السلع الاستهلاكيه لم تسلم اليوم. حتى في عيد الاضحيه الاحتكار في هذا السوق البسيط المتواضع جعل الاضحيه تصل الى 90 و80 دينار، اعاقت بعض حتى المسلمين انه يضحي نتيجه الارتفاع الفاحش في الاسعار. انا لدي قناعه مطلقه ان هدفنا مشترك، واعرف بان هناك من يريد لمثل هذه القوانين ان لا تصدر، وان يكون في احتكار او استمرار في الاحتكار، لان في مصالح، وهذا امر معروف من زمان وسيستمر. لكن ألسنا نحن هنا لكي نصنع قوانين؟ ألسنا هنا لكي نوحد إيراداتنا حكومة ونوابا من أجل النهوض ببلدنا وحماية المواطن الذي يرمى كل يوم بسهام متعددة، بداية من الرسوم ومرورا بعدم توفر فرص العمل، ونهاية قضية ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حتى باتت اليوم تجبره إجبارا على الاقتراض واللجوء إلى القروض من أجل أن يغطي حاجات المعيشية، وفي مقدمتها قضية السكن مثلا كقضية اجتماعية. القضية ما هي سهلة، فيها جوانب اجتماعية، فيها جوانب أمنية، فيها جوانب سياسية. فإذا كنا جادين في إصدار مثل هذا التشريع فليكن مصاحب لتغطية كاملة لكل المثالب الواردة فيه، حتى نحقق الهدف المنشود ونجعل المواطن في حماية من المحتكرين او من المتلاعبين الذين يتحكمون في اسعار السوق وبالتبعية في مصائر الناس. هذا ما اردت ان اقوله، واسجل شكري لاخواننا في اللجنة المالية ومقيمي الاقتراح على مثل هذه الخطوة التي اعتقد انها جاءت في التوقيت السليم.